السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى عامله لكم اكله جامده جدا. يعني اكله النهارده عايزين لايكات كتير، عايزين حاجات حلوه كتير. ماشي، هتشوفوا بقى معايا، محدش يمشي. عايزين قلت لكم. بصوا بقى، بصوا. دي اتعملت بطريقه سهله جدا 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 جدا. يعني ما خدتش في ايدينا ثواني عشان تبقوا عارفين. مش عايزه بقى حد يتلكك كده ويتحجج ويقول ايه لا ده ما عرفناش، لا دي نجيب من بره احسن. مفيش الكلام ده. بصوا كده بنفسكم وقولوا رايكم في الفيديو. وعايزه بقى ايه رايي بصراحه. بصوا، ولا حاجه بتلزق منك ولا اي حاجه. اكله جامده جدا جدا وبسيطه، جميله جدا. بصوا شغل بقى ايه، مطاعم فعلا. يعني بصوا كل حاجه اهو قدامكم، هوريكم كل حاجه احنا عاملينها. بصوا يا حبايب قلبي، شغل مطاعم، شغل مطاعم محدش يتكلم. اهو في الرز معانا اهو، بصوا جميل ازاي. يعني حاجات تحفه، حاجات تحفه جامده جدا، سخن مولع وجميل جدا. يعني مش محتاج اي افتكاسات. ادي سلطه الطماطم اساسي. السلطه دي اساسي اساسي، لازم تتحط في مع السمك اساسي، لان تاكلي سمك يعني لازم سلطه الطماطم. اهو بصوا الشكل وبصوا الجميل. يعني انتوا لازم تقدموا اكلكم بالطريقه دي. علشان ايه؟ العين بتاكل قبل ايه؟ قبل البق. يعني احنا لازم نعمل شغل في بيتنا احلى من مطاعم بره، وارخص واوفر بكتير. اهو هنعرف بقى النهارده الوصفه دي اتعملت بطريقه بسيطه. بتقولي مفيش حاجه، ما خدتيش، ما حطيتيش، وما عملتيش. طب هنشوف. وانا مش هرغي النهارده، بس هخليكم تشوفوا بنفسكم وتقولوا رايكم. وادي كمان سلطه الطحينه احلى من المطاعم وانضف، وتعمليها بايديكي لاولادك. وادي السمكه اهي. احنا بس عايزين بس ايه، اوريكم حاجه بسيطه جدا. نجيب بس شوكه كده، تمام، عشان بس اوريكم. بصوا يا جماعه السمكيه مستويه ازاي. اهو، اهو. يا رب بس يكون الفيديو جاي، تصوير جايب كده اهو. بصوا الجمال ده. طب انت عملتيها ازاي يا ميرو؟ الحاجات الحلوه دي هقولها لكم النهارده في الفيديو، هنشوف كلنا مع بعض الحاجات الحلوه دي. تعمليها بايدك احسن ما تاخديها من بره، تدفعي فلوس قد كده وانتوا عارفين ان الدنيا بقت غاليه جدا. تعمليها بايدك وتعملي الشغل ده شغل المطاعم. هوريكم بقى الحركات والتكات والحاجات اللي انت تعمليها في البيت، وتبين ان انت اللي عاملاها من المطعم احسن 100 مره من بره. تمام، تعالوا بقى نشوف الحاجات الجامده، والرز وسلطه الطحينه والحاجات دي اتعملت ازاي. خليكم معايا. ومعانا بقى يا حبايبي 4 كيلو سمك حلوين بولتي كده من اللي يحبهم قلبكم. سمك بولتي كده طازة، غسلته وملحته وليمون وكمون وفلفل اسود وظبطته لمدة ساعة. بعد كده شطفته تاني ورحت عاملاه زي ما انتوا شايفين كده. طب يا ميرو بالله عليكي بس ما تسربعناش وقولنا واحدة واحدة. لما نحب نعرف ان السمكية دي طازة ولا مش طازة نعرفها ازاي؟ تدوسي على بطنها، لو صوابعك علمت تبقى دي مش طازة، لو صوابعك ما علمتش تبقى طازة. واللهم يبارك والف هنا وشفا على قلبكم. طيب قولي لنا يا ميرو بتعملي ايه بقى؟ عايزين نعرف الوصفه بالظبط. انا جبت حوالي 4 طماطمات مع 3 بصلات، قطعتهم خرايط صغننه، ومعاهم واحده حزمه خضره، ومعاهم بقى عليهم ليمون. حطيت بقى ليمون على قد ما اقدر، ليمون وكمون وبابريكا وكركم، وظبطت الدنيا على الاخر. تمام. دي الحشو اللي انا هعملها، سبتها على جنب. والملح بتاعك على حسب ما انت هتدوقي وتعرفي. جبت فرخ في قلب الصاج، ورحت مقطعه حتتين فويل كده صغننه على قد السمكية. وجبت السمكة قطعتها، قصيتها من تحت لحد الديل، وجبت الديل رحت لفاه فويل. شكل بقى ايه، منظر كده زي المطاعم. مش انتوا بتجروا وبتستربعوا عشان الشكل والمنظر؟ لا، هنعمله احلى من المطعم كمان. جبت بقى الزيت والليمون والبابريكا والكركم اللي انا قلت لكم عليه، ورحت عامله بالفرشه لمحتها من فوق ومن بره ومن جوه كلها، كل السمكيه. شايفين الديل عاملاه بالفويل ازاي؟ حركات يا جماعه. بصوا بوريكم الزيت بالليمون بالكركم بالبابريكا بالحاجات الحلوه. وادي الخضره والطماطم والبصل والليمون والكمون والحاجات الحلوه دي كلها هتبقى الحشو. الله على الريحه، الله على الجمال، اللهم بارك. الف هنا والشفا على قلبكم. ولا تخرجوا تدفعوا لكم 500 600 جنيه ولا الكلام ده، احنا في عرض جنيه. ما تمثلوش بقى، صح ولا لا؟ يبقى لازم نحس ببعض ونقول بسم الله اللهم بارك. حسي بجوزك، حسي بولادك. لازم تتعبي شويه عشان تريحيهم، والله هما فيها تعب. انا ما تعبتش، ما خدتش 10 دقايق والله العظيم. ادي وحطيت عليها
قطعت ليمون. الليمون رخيص دلوقتي ب10 جنيه. قطعي الليمون وحطيها عليه زي العسل، اللهم بارك. رحت مغطياه وحطيتها في الفرن على حراره 180 لمده نص ساعه. اهو بقى نفس ما وريتكم بقى في اول الفيديو. السمك بصوا احنا لسه مطلعينه من الفرن. بصوا السمكيه دي كانت معموله لوحدها، حطها على الشبكه من غير حاجه، خدوا بالكم. وادي اهو السمك اهو بالمنظر ده، حاجه كده تفتح النفس يا جماعه. وادي الرز، يعني مش محتاجه مني اي افتكاسات. بصوا هنحط نرفع ايدينا بس كده اهو. بصوا السمكيه مستويه ولا لازقه ولا اي حاجه، احلى من المطاعم ولا لا. وادي الرز اهو. وادي سلطه الطماطم، بصوا التقديمه بتبقى ازاي. بصوا سلطه الطحينه، كل حاجه قدامكم اهي. احنا ما خبيناش عليكم حاجه. يا رب بقى يكون الفيديو النهارده كان خفيف عليكم، ويكون كل اللي انا بقدمه يكون بيعجبكم بينول رضاكم. اهم حاجه عايزين بقى لايك، شير، كومنت، كلمه حلوه تشجيعا ميرو. ربنا يخليكم ليا، ما يحرمنيش منكم. انتظروني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله احسن واحسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.